المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. قائد الأركان العامة لقوات الدفاع يدشن سد منطقة عرب ربوع. المحمية الوطنية بشمال البحر الأحمر تسهم في تنمية الحياة البرية. شرطة إقليم عنسبة تقيم أعمالها. نزوح الآلاف من الكونغو الديمقراطية مع اضطراب المتمردين من عاصمة المقاطعة. دول بالساحل الأفريقي تستعد لنشرة قوات مشتركة من 5000 عسكري. ماكرون وشولتز يعدان بأوروبا قوية وموحدة في مواجهة ترامب. أهلا بكم. دشن قائد الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الفريق فيليب أوسوالد يوهانس اليوم سدا تم بناؤه تحت إشراف وزارة الزراعة وإدارة الإقليم الأوسط وإدارة المشاريع بعد هلم ومشاركة الفرقة العسكرية 54. وتفيد الأنباء الواردة أن السد الذي يبلغ ارتفاعه 15 مترا وطوله 60 مترا بسعة تخزين 120 ألف متر مكعب من المياه يمكنه تنمية حوالي 10 هكتار من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب للمواطنين والماشية، وقد بلغت تكلفته حوالي 5 ملايين نقفة وفقا لفرع البنية التحتية الزراعية. وأفاد المدير التنفيذي العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت ولد برهان أن الحكومة تقوم ببناء سدود وخزانات بأحجام مختلفة في إدارات ضواحي قلعي وكمامعو وأفديو وعديقي، وأن السدود في درفو وعد حوشة لا تزال على قيد الإنشاء. وحث مديرية قلعة نفيح السيد محاري يوهانس ومدير ضاحية عرب ربوع القس دسال قبر نقوس على معالجة السد بشكل صحيح، لأنه يساهم بشكل كبير في سبل الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة. وشاد قائد اللواء الرابع من الفرقة 54 تخلص بجميع المشاركين في العمل، وذكرهم بضرورة النظر في المشاكل التي واجهتهم في العمل واكتساب الخبرة مستقبلا. وبهذه المناسبة قدم المواطنون الولائم لأعضاء الفرقة 54 إلى جانب توزيع الشهادات التقديرية للجهات التي ساهمت في بناء السد. تقع ضاحية عرب ربوع على بعد حوالي 11 كيلومتر شرق العاصمة أسمرة. تساهم المحمية الوطنية المتواجدة في شمال البحر الأحمر في الاستقرار البيئي وإثراء موارد الغابات والحياة البرية. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية بالإقليم السيد تخلوين كيداني أن المحمية الوطنية في حالة أفضل بفضل حملات التوعية العامة بفوائد المحمية، وأنه يتم بين الحين والآخر زراعة المزيد منها لإثراء الأشجار المحلية المعمرة. وأضاف أنه يوجد في مرتفعات المحمية النمور والخنازير البرية وإوز وظبيان، وفي الأودية يتم رؤية الغزلان والنعام بكثرة، وتتم المراقبة المستمرة للحصول على نتائج أفضل، مشيدا بالجهود التي يبذلها أعضاء قوات الدفاع في الحفاظ على المحمية. وأشار إلى وجود حواجز في 7 مديريات، لافتا إلى أنه سيتم إجراء مراقبة جدية خاصة في المناطق التي تشهد ظاهرة تدمير الأشجار. وذكر إلى أنه سيتم زراعة شتول الأشجار في مشتلين بمديريتي قندع ونقفة بمشاركة مختلف الجهات المعنية. تفيد وثائق سلطة الغابات والحياة البرية امتداد المحمية من ضواحي نالاي وصولا إلى ضواحي دبرسين الممتدة على مساحة إجمالية تصل إلى 107 ألف هكتار. أفاد مسؤول مكافحة الجرائم بإقليم عنسبة الرائد ولد زولدي أن حوادث المرور في إقليم عنسبة انخفضت بنحو 10% في عام 2024 مقارنة بالعام 2023. وأضاف الرائد ولد قائلا إنه وبحسب السجلات المرورية فقد وقع 298 حادث مروري في عام 2024 أسفر عن 11 حالة وفاة و212 إصابة خطيرة وطفيفة.
وأوضح أن عدم صيانة السيارات يشمل تحميل الأشخاص والممتلكات بشكل غير صحيح، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة، والسرعة الزائدة، وعدم القيادة بمسؤولية، والتهور كانت من مسببات الحوادث الرئيسية. وقال إن معدل المخالفات القانونية انخفض بنسبة 1.6%، بينما ارتفع معدل الجريمة بأكثر من 22%، وأنه تم إبلاغ الشرطة حتى بالحالات البسيطة، وأن الشرطة تعمل على إجراء حملات توعوية بالتعاون مع الجهات المختصة. وأضاف أنه في هذه الأثناء تم تسليم أموال وممتلكات مفقودة تبلغ قيمتها حوالي 440 ألف ناقة إلى الشرطة من قبل المواطنين. وأشاد الرائد والدو بدور الشرطة المجتمعية والشعب في تعزيز جهود المصالحة السلمية والتحقيق في القضايا البسيطة، لكنه شدد على أن هناك حاجة إلى عمل قوي في محاربة الجرائم وكشفها. قام مركز تدريب العمال في مصوع في 22 من يناير بتخريج 164 شابا، من بينهم 41% من الشابات. وقد تمثلت مجالات التدريب في تقنية الحاسوب والشبكة والإلكترونيات، وأنظمة التدفئة والتبريد، وأعمال الحداد والنجارة والكهرباء. وأوضح نائب مدير المركز المهندس أخليل أسمرام أن المركز قام بتدريب إضافي يركز على السلامة الصحية ومؤشرات الإدارة الأساسية في العام الماضي إلى جانب التدريبات المنتظمة. وشرح أن التدريبات التي كانت تستغرق 6 أشهر في فترة واحدة تم تقديمها على فترتين خلال 3 أشهر في عام 2024. وأشار إلى أن الاستعدادات جارية لإجراء الجولة 9 من التدريبات للمتدربين القادمين من كافة المناطق. من جهتها أكدت ممثلة الخريجين أنهم سيضعون الدروس النظرية والعملية المستفادة موضع التنفيذ. وأشادت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في كلمتها بجهود الكونفدرالية الوطنية للعمال بشكل عام وأعضاء المركز بشكل خاص في تنظيم الدورات التدريبية، وحثت أصحاب العمل على تمهيد الطريق لإنتاجية هؤلاء الخريجين الجدد. وفي الختام اطلع الحضور على الأعمال التي أعدها المتدربون بعد توزيع الجوائز على الخريجين المتفوقين. تأسس مركز التدريب المهني بمصوع عام 2017، وقد قام حتى الآن بتدريب أكثر من 2300 موظف في مختلف المجالات المهنية. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في قطر مؤتمره الثالث يوم 19 من يناير في الدوحة. وأشاد السفير علي إبراهيم في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الذي حضره عدد كبير من العضوات وممثلي الجالية الإريترية، مشيدا بالدور المتميز للمرأة الإريترية في مختلف البرامج الوطنية والمجتمعية في الداخل والخارج. وقال إنها تقدم مساهمة كبيرة في تعزيز برامج بناء الوطن والأجيال. وقدم السفير علي شكره لعضوات فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في قطر على مساهمتهن في الحفاظ على الهوية الوطنية وتوارثها وتعزيز التماسك الاجتماعي، متمنيا نجاح المؤتمر. وانتخبت المؤتمرات بعد مناقشة تقرير أنشطة الفرع وقضايا أخرى تتعلق بالمرأة انتخبنا لجنة تنفيذية جديدة. وفي الختام أكدنا على استعدادهن لإنجاح البرامج المقررة. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قالت السلطات إن متمردي حركة M23 سيطروا على بلدة مينوفا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي طريق إمداد رئيسي للعاصمة الإقليمية غوما. وأكد حاكم مقاطعة جنوب كيفو جان جاك بروسي السيطرة على مينوفا، مضيفا أن المتمردين استولوا أيضا على مدن التعدين لومبيشي ونومبي وشانغي في المقاطعة نفسها، بالإضافة إلى بلدة بيورمانا في المقاطعة المجاورة بمقاطعة الشمال كيفو. واعترف جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن المتمردين حققوا اختراقات في مينوفا
وبويريم مانا. ومنذ ظهورها من جديد في عام 2022 واصلت الحركة تحقيق مكاسب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعتبر هذه الحركة واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتنافس على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالمعادن في صراع مستمر منذ عقود، وتسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. قال وزير دفاع النيجر في كلمة بثها التلفزيون الحكومي إن قوة مشتركة قوامها 5000 جندي من النيجر إضافة إلى بوركينا فاسو ومالي المجاورتين سيجري نشرها قريبا في وسط منطقة الساحل الأفريقي المضطربة ببقية التصدي لتصاعد عنف المتطرفين. وفي العام الماضي اتفقت الدول الثلاث والتي بدأت تباعا تحكمها مجالس عسكرية منذ عام 2020 على التعامل مع التهديدات الأمنية بشكل مشترك بعد قطع علاقات عسكرية ودبلوماسية طويلة الأمد مع حلفاء إقليميين وفرنسا وقوى غربية أخرى. وقال وزير الدفاع في النيجر ساليفا مودي أن القوة المشتركة الجديدة المكونة من 5000 عسكري ستكون مزودة بقدرات جوية ومعدات وموارد استخباراتية، وستعمل في أنحاء الدول الثلاث والتي اتفقت على ميثاق تعاون يعرف باسم تحالف دول الساحل. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ببذل كل ما في وسعهما من أجل أوروبا موحدة وقوية في مواجهة التحدي الذي ستمثله أمريكا في عهد دونالد ترامب. وأعلن المسؤول الألماني الذي يزور باريس من الواضح أن الرئيس ترامب سيشكل تحديا، وأضاف من قصر الأليزيه حيث استقبله ماكرون: أوروبا لن تكتفي أو تختبئ بل ستكون شريكا بناء واثقا من نفسه. ودعا الرئيس الفرنسي الدول 27 بشكل خاص الثنائي الفرنسي الألماني إلى الاطلاع بدورهما، وذلك من أجل أوروبا موحدة وقوية وذات سيادة تعرف كيف تدافع عن مصالحها، في حين تعهد الرئيس الأمريكي الجديد برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، وحدد بخفض دعمه العسكري. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت السلطات حالة الطوارئ في شمال لوس أنجلوس بعد اندلاع حريق هيوز الذي أجبر أكثر من 50,000 شخص على إخلاء منازلهم، وانتشر الحريق بسرعة على مساحة 15 ميلا مربعا مدفوعا بالرياح التي التهمت الأشجار والأعشاب. وتسبب الحريق في تصاعد سحب دخان سوداء كثيفة حول بحيرة كاستايك، مما صعب عمليات إخماد النيران. وفي ظل استمرار الحريق، حذر الخبراء من الظروف الخطيرة للحرائق، حيث تواصل فرق الإطفاء العامة للسيطرة على النيران. وقد تم إخلاء 3 مدارس على الأقل في كاستيك التي يقدر عدد سكانها بحوالي 18,000 شخص كإجراء احترازي وفقا لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا. مشاهدينا الأكارم، ختاما لنشرة هذا المساء هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. قائد الأركان العامة لقوات الدفاع يدشن السد في منطقة عربربة. المحمية الوطنية بشمال البحر الأحمر تسهم في تنمية الحياة البرية. شرطة إقليم عنسبة تقيم أعمالها. نزوح الآلاف من الكونغو الديمقراطية مع اضطراب المتمردين من عاصمة المقاطعة. دول بالساحل الأفريقي تستعد لنشر قوة مشتركة من 5000 عسكري. وماكرون وشولتز يعدان بأوروبا قوية موحدة في مواجهة ترامب. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العام، والسلام عليكم ورحمة الله.